يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا النهارده وصفتنا تجنن احلى من كريم كراميل. سهله وبسيطه، واللي هيدوقها عندك استحاله يعرف ان ده مش كريم كراميل، هو كريم كراميل بالظبط. يلا اقول لكم عملت ايه. انا هنا جبت كيسين من القرع العسل اللي انا كنت مخزناه معاكم. طبعا الفيديو نزل هنا على الصفحه وموجود، لو انتوا عايزينه هتلاقوه، او اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو. رفعته على النار، بيبدا يقل معايا خالص، يبدا يستوي وبينزل ميته بدون اي اضافات، ما ضفتش عليه لا ميه ولا سكر ولا اي حاجه. هنا بعد ما استوى معايا بيكون بالشكل ده. هرفعه بقى، اسيبه يبرد شويه وهنزل بيه في الخلاط على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. نزلت بالقرع العسل في الخلاط، هنزل عليه بكوبايتين من الحليب البارد بالشكل ده كده، وهنزل عليه بعد كده بمعلقتين كبار مليانين من النشا، ومعلقتين كبار مليانين من الدقيق، و3 معالق من السكر. مقادير سهله جدا وبسيطه خالص. بضرب كل المكونات دي في الخلاط، بتديني قوام كده حلو ولون تحفه. هبدا ان انا ارجع بيه في الحله تاني وارفعه على النار مع التقليب المستمر علشان القوام معايا يتقل ويبقى كريمي كده وتقيل. هنا بعد ما ضربته شايفين لونه تحفه، هرفعه بقى على النار مع التقليب المستمر لغايه ما يتقل معايا. هنجهز هنا بقى صوص الكراميل. هاتي كده كوبايه من السكر، عليها فنجان كده من الميه، فنجان قهوه كده من الميه، وهرفعهم على النار لغايه لما يتكرمل معايا ويبقى باللون ده. في المرحله دي هضيف عليه بالظبط نص فنجان ميه، نص فنجان بالظبط. بعد كده هسيبه يتقل معايا، يفك معايا خالص، ما تقلقيش خالص ما يعمل معاكي كده، هيبدا يفك معاكي خالص، وهبدا انزل بيه في الفناجين بتاعتي او الكوبايات اللي انت هتقدمي فيها بالشكل ده كده. بيكون صوص كراميل تحفه، طعمه حلو قوي. جربي الطريقه دي في صوص الكراميل، بيبقى سهل جدا معاكي. بعد كده هبدا اصب بقى الخليط بتاعي بعد ما تقل معايا على النار بقى بالشكل ده كده. طبعا ضيفي كمان ورقه فانيليا بتدي له ريحه وطعم حلو قوي. هبدا انزل بيه في الكوبايات بالشكل ده كده، وخلاص كده الوصفه بتاعتنا خلصت النهارده. بدخله التلاجة يسقع معايا ويتماسك من 2 ل3 ساعات، وبعد كده بطلعه اقدمه. مش متخيله بقى شكله طالع يجنن. اللي هياكله عندك استحاله يعرف ان انت حاطه عليه قرع عسل، استحاله. طبعا كلنا عارفين فوائد القرع العسل وعارفين قيمته الغذائيه العاليه، فبندخله معانا في بعض الوصفات كده. انا عملت منه وصفات كتيره، ادخلي على الصفحه وشوفي، عامله كذا وصفه، عامله طريقه التخزين بتاعته. طالع معايا يجنن، كريمي، طعمه تحفه، صوص الكراميل معاه يجنن. جربي بس وصفتنا دي النهارده، ومستنيه رايك في التعليقات. وقولوا لي كمان في التعليقات ايه رايكم، نكمل صوتي ولا نرجع تاني صامت؟ مستنيه رايكم، بيهمني جدا. وكمان مستنيه تقولوا لي نعمل ايه وصفات جديده، وان شاء الله كل الوصفات اللي انتوا عايزينها هنعملها سوا مع بعض. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.